Welcome all my students everywhere. طلاب الصف الثاني الثانوي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. النهارده عاملين لكم مراجعة لامتحان الشهر الثاني. هنقول مع بعض أهم الفوكاب، هنقول مع بعض أهم جزئيات الجرامر، ونبدأ مع بعض إن شاء الله دلوقتي حالا. عندي من أهم الفوكاب عندنا كلمة زي compassion معناها تعاطف، showing care for others يعني إظهار العناية مع الآخرين. ايكو اللي هو الصدى، a sound that is repeated or continued الصوت اللي هو بيتكرر او بيستمر. في كلمه اسمها gather معناها يتجمع او تجمع، to come together in a group. اوكي، في عندنا كلمه اسمها gesture معناها ايماءه، movement of hands or body used to express meaning. لما اجي انا اعبر لك بعمل لك كده ايماءه، يبقى انا كده بعمل لك كده اسمها gesture معناها ايماءه، بشاور لك كده بشاور لك كده، يبقى دي اسمها ايه؟ بتعبر عن معنى اللي انا عايز اقوله لك بالاشارات. inspiring معناها ملهم، تمام؟ يبقى something that encourages good actions or feelings. invisible يعني غير مرئي عكس كلمة visible. unable to be seen or noticed. في عندنا كلمة اسمها mural معناها جدارية. a large picture painted on a wall الصور المرسومة على جدران الحائط اللي بتبقى الكبيرة اسمها mural. skyline يعني أفق المدينة. the outline of buildings seen against the sky طبعا المباني اللي احنا بنشوفها من على السماء او من افق السماء. ستوري تيلر اللي هو راوي القصه اللي هو الناريتور. a person who creates and shares stories. traditions يعني تقليد. something repeated or passed down through generations الاشياء اللي هي متكرره او اللي بتعبر او بتجتاز او تورث للايه؟ عبر الاجيال. في alive يعني حي او مفعم بالحياه. attention انتباه. beauty جمال. amazed attract. coffee house artist فنان. audience جمهور. courage معناها شجاعه. في عندنا honest امين او صادق. humor معناها فكاهه او نكته او سخريه. meaning معنى. movement حركه. brave شجاع. brush فرشه او معناها يغسل بالفرشاه. neighborhood منطقة سكنية أو أحياء سكنية. بودكاست يعني مقدم، بودكاستر ده المقدم نفسه، البودكاست اللي هو إيه؟ البودكاست. ريفلكت معناها يعكس. honesty أمانة. journalist يعني صحفي. merchant تاجر. narrow ضيق. brighter أكثر لمعانا أو أكثر إشراقا أو أكثر بريقا. challenge تحدي. offer يعني يعرض. pollution تلوث. rise يرتفع أو يصعد. hope يعني يأمل أو أمل أو تمني. kindness يعني عطف أو لطف. modern حديث. behavior سلوك. broken مكسور. clever ذكي. paints رسومات أو أصباغ أو ألوان. raise يعني يرفع أو معناها يربي أو تشرق. scene معناها مشهد. اوكي طيب، في عندنا يا شباب بعد كده بيقول لك ايه؟ oxygen is a or an gas that we can't see yet we need it to survive. يا ترى عايز اقول لك الاكسجين ده غاز ايه؟ invisible غير مرئي، ولا visible ولا incredible ولا flexible. واضح كده في حد فينا شايف الاكسجين، احنا بنستنشقه بس لكن مش بنشوفه، يبقى اذا كلمه ايه؟ invisible يعني غير مرئي. طيب the برج خليفه is the most recognizable building in Dubai. واضح كده عايز اقول لك الايه؟ دبي اوتلاين ولا بيز لاين ولا ديد لاين ولا سكاي لاين. واضح كده هو في السكاي لاين في الافق بتاع دبي. lighting candles الشمع المضيء on a birthday cake is common in many culture في ثقافات عديدة، معروف ومنتشر. يا ترى ده يعتبر ايه؟ gesture إيماءة ولا repetition ولا tradition ولا condition. واضح كده tradition اللي هو تقليد. اوكي، يبقى دي حاجة كده موروثة ان احنا بنجيب الشمع في عيد ميلاد ونقول هابي بيرث دي ونطفي الشمعة وكلام ايه؟ كلام كبير يعني. The coach gave a or an speech that motivate the team win the game. يا ترى الكابتن او الكوتش ادى كلام ايه خلى الفريق بتاعه متحمس او متحفز انه يلعب او يفوز بالمباراه؟ اكيد هيبقى inspiring speech كلام ملهم
يا شباب. اوكي، في عندنا نمبر 5 the voice of old story. The voice of the old storyteller still in every story told under the city lights. واضح كده عايز اقول لك الصدى الصوت بتاعه او الصداها مش follows ولا arrives ولا runs، اكيد الايه الايكوز. تمام. طيب احمد changed his tone، غير النبره بتاعته and used hand. واضح استخدم الهاند ايه الايماءات اليد to keep all the children amazed. واضح كده الفيتشرز اكيد مش الفيتشرز، اكيد هي ايه الجيستشر الايماءات. طيب long before television، قديما قبل التليفون families loved to sit and listen to the traditional. ايه يا ترى؟ ايوه في عندنا ستوري تيلرز، ولا ده بنسمع ولا البودكاسترز. ايوه هي البودكاسترز دي يا شباب. اوكي. in the evening في المساء people used to in coffee houses to listen to traditional tales. واضح كده جازر بيتجمعوا، اعتاد ان هم يتجمعوا في المنزل ويسمعوا ايه الحكايات الشعبيه القديمه. كده عرفنا اهم الفوكاب. درسنا النهارده جميل ولذيذ وسهل بس بيحير شويه. في عندنا حاجه اسمها افعال ستيتيف. ايه الستيتيف فيربس؟ اللي هي افعال الحاله. ايه افعال الحاله دي؟ قال لي افعال الحاله هي افعال ما ينفعش نزود لها اي ان جي، ده من الاخر. طب لو زودنا لها اي ان جي ايوه حلو جدا ينفع، ينفع بس مش هيبقى هو الفعل بتاعنا. يعني مش هيبقى الفعل بتاعنا، هيتغير معناه. الفعل بتاعنا هيتغير ايه معناه. يعني مثلا اقول لك اي هاف ا موبايل، انا معايا ايه موبايل، انا قلت لك اي هاف. طب ينفع اقول لك اي ام هافينج ا موبايل؟ طبعا لا. امال هينفع اقول ايه؟ اقول اي هاف ا موبايل. طب لو قلت اي ام هافينج بيتزا، انا باكل بيتزا، دي صح. يبقى اذا هنا مش معناها عندي او امتلك، هنا بمعنى ايوه بمعنى اتناول اكل. تمام. I am having tea، انا بشرب شاي. يبقى اذا هنا having لو زودت لها اي ان جي المعنى ما بقيش بمعنى يمتلك. هو ده الخلاصه بتاعت الدرس بتاعنا النهارده اللي هو الافعال الايه الاستيتيف. ايه افعال الاستيتيف؟ كل دي افعال استيتيف يا شباب. زي ايه يا ترى؟ تعالى نقول مع بعض الافعال الاستيتيف. قلنا هي افعال تصف حاله ولا تستخدم في الازمنه الايه المستمره. خلاص. زي ايه يا ترى؟ قال لي افعال الحواس والفيلينجز، المشاعر، التفكير والاراء والامتلاك والقياس والحالات والسمات. ومن امثله الافعال دي زي مين؟ زي بي، زي لاف يحب، زي هيت يكره، زي ديسلايك يكره برضو، سين بمعنى يبدو. كل الافعال دي ما ينفعش ازود لها اي ان جي تماما. لو زودت لها اي ان جي المعنى اختلف يا شباب. تمام. طيب يعني مثلا ما ينفعش اقول لك مصطفى از لافينج تنس، مش هتنفع خالص از لافينج دي. امال تنفع اقول مصطفى لافز تنس. اهو دي الاجابه او الجمله الصحيحه. ايه كمان افعال ينفع تستخدم افعال حاله ماشي وينفع نستخدمها كافعال حركه؟ زي افعال الحركه دي بقى، افعال الحركه بس اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. زي مين يا ترى؟ زي فعل زي بلاي يلعب، فعل زي فيزيت يزور. ماشي، دي كده افعال حركه ينفع ازود لها اي ان جي عادي. بيلد يبني، بيلدنج مفيش مشكله. هيلب هيلبنج، رايت رايتنج، دول تمام مفيش ادنى مشكله فيهم. خلاص. هي از ريبيرنج ذا كار، شغال. هي ريبيرز ذا كار مفيش مشكله. يبقى افعال الحركه عادي هزود لها اي ان جي مفيش مشكله، لكن افعال الحاله استحاله ازود لها اي ان جي وتبقى بمعناها الطبيعي بتاعها. طب في عندنا افعال زي بي، وافعال زي هاف، وافعال زي سي، وافعال زي سميل، وافعال الحواس كلها زي تيست وهكذا. الحاجات دي زي ما احنا قلنا لو خليناها في الازمنه المستمره بيتغير معناها. بيتغير ايه معناها؟ بص كده she has dinner، يبقى اذا هنا معناها يتناول. قلنا هاز. طب she is having dinner، ايوه دي مفيش مشكله بمعنى ايه يتناول. طب she has a camera، هي عندها كاميرا، هنا بمعناها تمتلك. لكن مش هينفع اقول لك she is having a camera، دي غلط تماما. وصلت شباب؟ طيب في عندنا
احنا قلنا كده افعال الايه؟ ايه افعال اللي هي التقريريه او الافعال الاستيتيف؟ نركز معايا فيها شويه. زي مين يا ترى؟ قال لي افعال زي لايك يعني يحب، زي لاف، زي ديسلايك يكره، هيت يكره، وش يتمنى، انكلود يشمل او يتضمن، واي يعني يزن، فورجيت يعني ينسى، ثينك يعتقد او يفكر، مس يعني يشتاق لي او يفتقد، نيد يحتاج، وانت يريد. كل دي افعال ايه؟ افعال تقريريه. بريفير يفضل، كوست يكلف او تكلفه، ميجر يقيس او قياس، بليف يعني يعتقد او يؤمن او يصدق، ريمبر يتذكر، اندرستاند يفهم، بيلونج ينتمي الى، هاف يعني يمتلك، بوسيس معناها يمتلك برضو، سي يعني يرى، ريكوجنايز يتعرف على، سميل يعني يشم او يعطي رائحه، تيست يتذوق، ايماجين يتخيل، سبوز يعني يفترض او بمعنى يدين، اون يمتلك، فيل يشعر، هير يسمع، لوك ينظر، سيم يبدو، مين يعني او يقصد، نو يعني يعرف، مايند يعني يمانع. كل دي افعال تقريريه ما ينفعش نزود لها اي ان جي، دي افعال حاله. طب لو زودنا لها اي ان جي المعنى ماله؟ المعنى اختلف تماما. اوكي يا شباب؟ طيب تعالى كده نقول بعض الايه الكلمات او بعض الحاجات المهمه. زي قلنا الافعال الدايناميك والافعال الاستيتيف. قلنا افعال زي ايه؟ فيرب بي، ام، از، ار، دي كده هنا افعال ستيتيف ما ينفعش نزود لها اي ان جي. ما ينفعش اقول لك هي از بينج فيري انتليجنت، لكن لو قلت لك هي از فيري انتليجنت دي صح. طب لو استخدمناها مع الازمنه المستمره ما ينفعش اقول لك لو قلنا ندى از بورينج، دي معناها ندى بتكون ممله. بمعناها ايه؟ شي از بورينج باي نيتشر، هي ممله بطبيعتها. She is nervous at the moment. She is being nervous at the moment. يبقى إذا دي هنا بمعنى إيه؟ دي عادة أو دي حاجة مؤقتة. في الحالة دي بقول لك هي بتكون عصبية أو هي كونها عصبية. أوكي؟ طبعا دي عادتها كده. طب في عندنا فعل زي فيل يشعر. قلنا فيل بمعنى يشعر. خلاص؟ لكن هنا ما ينفعش اقول لك I am feeling. اذا هنا دي هنا بمعنى يعطي ملمس. لكن لما اقول لك he is feeling better today، هو بيشعر ان هو افضل النهارده، يبقى في الحاله دي بتكلم عنه كايه؟ كشعور. في الحاله دي بزود اي ان جي. كده عرفنا افعال. في عندنا افعال كتير جدا اللي احنا قلنا عليها. اوكي يا شباب؟ طيب تعالى كده نحل كده كم جمله مع بعض على افعال الحاله وافعال الحركه. نحل مع بعض question number 1. I owe the way to solve this complicated problem. Don't distract me. يعني بقول لك انا بعتقد او انا بفكر في طريقه. واضح كده انا بتكلم عن الطريقه اللي انا بفكر فيها. لو قلت I think يبقى انا بعتقد، لكن انا بصف لك كده في حركه عندي ان انا بفكر بحاجه معينه. في الحاله دي هتبقى ايه؟ هتبقى am thinking. اوكي؟ طيب الجمله اللي بعدها now he. عايز اقول لك دلوقتي هو يبدو ان هو سعيد. طبعا اولا هي ما ينفعش لوك خالص. طيب لوكس هابي شغال. طب از لوكينج هابي مش هتنفع هنا لوكينج نزود لها اي ان جي ونفس الكلام دي. اذا الاجابه الصحيحه هقول هي لوكس هابي، يبدو سعيدا. This camera to احمد. واضح الكاميرا دي تنتمي الى احمد او تخص احمد. isn't belonging. طبعا belong مش هنزود لها اي ان جي لانها من افعال الاستيتيف. نفس الكلام هنا ونفس الكلام هنا مش هتنفع عشان كاميرا مفرد، يبقى اذا هتبقى belongs. اوكي؟ question number 4. My father always says that coffee good after meal. واضح كده بابايا دايما بيقول ان القهوه جيده بعد الاكل او بعد الوجبات. واضح كده عايز اقول لك مذاقها، تبدو مذاقها كذا. واضح كده هنا tested مش في الماضي الجمله دي اصلا. was tested مش هتنفع برضو. is testing لا برضو دي مش هتنفع معايا. اذا الاجابه الصحيحه هتبقى ايه؟ هتبقى tests. اوكي؟ طب question number 5. ايوه مهمه جدا الجمله دي عشان في جمله زيها جت في النماذج الاسترشاديه من المهمين جدا. I 90 kilograms. I need to follow a diet. عايز اقول لك انا
انا بص يا شباب، لو قال لك انا بوزن حاجه يبقى دي ممكن اقول I am weighing، خلاص انا بزن. لكن هنا في الجمله دي انا وزني يبلغ كذا، في الحاله دي هقول لك I weigh. طب مش هتنفع ولا دي ولا دي ولا دي للاسف. طب question number 6. He is very pessimistic. هو متشائم جدا. He always the worst is going to happen. ودايما بيعتقد ان هو الحاجه دي السيئه اللي هتحصل. يبقى he always is thinking مش هتنفع طبعا، ولا he think طبعا مش هتنفع. اكيد هتبقى ايه؟ he always thinks. هو دايما بيفكر في الحاجه دي. they were better at math. عايز اقول لك هم بيتمنوا، ماشي؟ يتمنى يبقى اسمها زي وش. طبعا وير ويشنج في الاستمراريه مش هتنفع، وزي ما ينفعش الفعل اخره اي اس مش هتنفع معانا. most scientists that the world is getting hotter. معظم العلماء عايز اقول لك بيصدقوا او بيعتقدوا، يبقى اذا دي هتبقى ايه؟ هتبقى will believe مش هتنفع في المستقبل، ولا are believed ولا are believing ولا believe. طبعا هتبقى ايه؟ believe. at the moment في هذه اللحظة I can't buy this car. مش هقدر اشتري العربية دي. it much money. عايز اقول لك بتكلف فلوس كتير. اذا هنا في الحالة دي هتبقى ايه؟ it costs. مش هتنفع is costing ولا تنفع cost عشان هنا it، ولا was costing في الماضي المستمر الجملة في الحاضر. The English very rarely talk on the underground. تمام؟ يا ترى they to read their newspaper prefers اخرها اس؟ لا طبعا مش هتنفع الاخرها اس تماما، عشان هنا الفاعل زي اور بريفيرنج طبعا لا، زي بريفير. تمام؟ طيب كده عرفنا ازاي نحل الازمنه او نتكلم عن الاسئله بتاعت الايه؟ بتاعت اللي هو الستيتيف فيربس. اهم الفوكاب على باقي اليونيتات اللي مقرره علينا. عندنا كلمه زي overwhelmed اللي هي مرهق او غارق في الضغوط، اللي هي unable to cope because of too much pressure. encourage معناها مشجع اللي هي advised strongly and positively. balance معناها التوازن اللي هو a healthy emotional state. growth معناها نمو او تطور اللي هي improving as a person. في عندنا كلمه زي جس يخمن. realized معناها ادراك او فهم. sessions معناها جلسات او حصص. في عندنا struggle معناها يكافح struggle. relaxed مستريح او مسترخي او هادي. identity هويه. تاسك مهمة. patience صبر. develop يطور أو ينمي. try يعني يحاول أو يجرب أو بمعنى يقيس. instructor مدرب أو معلم. تاسك مهمة. entirely كلية أو تماما. اوكي. في عندنا كمان entered معناها دخل أو دخل بالماضي من enter. intense يعني شديد أو مكثف. join ينضم أو يلتحق بيه. شيب معناها شكل أو يشكل. فوكس يركز على أو تركيز. كريتيفيتي إبداع. في عندنا كمان إجنور يتجاهل. ريفيجن معناها مراجعة. سبيندنج يعني إنفاق أو قضاء أو صرف. كلي معناها طين أو صلصال. كرييتنج يعني يخلق أو ينشئ أو يبدع أو إبداع. ريمايند يعني يذكر. جوي معناها سعادة أو فرح. في عندنا كمان يا شباب جريد معناها درجة أو فصل دراسي. ديدلاينز يعني مواعيد نهائية. ورك شوب معناها ورشة عمل. كنترول بمعنى يتحكم. طبعا احنا قلنا بولز معناها سلطانية بس دي جمعها. تالنتد معناها موهوب. في عندنا كمان ميوزيشنز معناها موسيقيون. بريشر يعني ضغط. possibly معناها من المحتمل. supposed من المفترض. stress يعني مجهد أو متعب. patience يعني صبر. دول بمعنى كئيب أو ممل. اوكي؟ طيب تعالى نشوف كده اكسرسايز على الفوكاب بتاعتنا دي. بيقول لنا إيه؟ after taking care of many tasks at home and school without any help. يعني بعد ما احنا عملنا كثيرا من المهام
بعد المدرسة بدون أي مساعدة. She felt very إيه by the end of the day. حست إنها إيه يا ترى؟ واحد خرب الدنيا، طحن نفسه، يبقى واضح كده إن هو إيه؟ overwhelmed، حست بالإرهاق. When the coach spoke kindly and praised the team. لما المدرب يتكلم بعطف ويمدح الفريق بتاعه for their effort، على المجهود بتاعهم. The players felt ايه and ready to try again. واضح كده بيشعروا بالايه؟ ايوه felt ايه؟ يا ترى discouraged ولا encouraged ولا undamaged ولا unmessaged؟ يبقى واضح كده ان هم مشجعون. تمام؟ طيب hearing supportive words، سماع الكلمات اللي هي المدعمة from her family gave her the she needed to continue studying. واضح كده اداها الايه؟ ايوه الانكارجمنت، الشجاعة. اوكي. question number 4. thanks to new schools، بفضل المدارس الجديدة and hospitals of the town improved the lives of many people. عايز اقول لك الايه؟ النمو او الزياده. يعني ايه كلمه نمو او زياده؟ ايوه برافو عليكم، اسمها الجروث. اوكي. if children eat healthy food and get enough sleep، لو الشخص اكل او لو الاطفال اكلوا طعام صحي وحصلوا على قسط كافي من النوم they will stronger and healthier. واضح كده عايز اقول لك هم هينمو بقوه. يعني ايه كلمه ينمو؟ ايوه ينمو او يكبر اسمها جرو، مش جلو ولا مش ثرو ولا مش فلو. اوكي. to live a healthy life، عشان نعيش حياه سعيده او حياه صحيه people should keep a good between work rest and free time. لازم يكون في عندي ايه؟ ايوه لازم يكون عندي بالانس. فين البالانس يا شباب؟ لازم يكون في عندي توازن. تمام؟ طيب eating different kinds of food، اكل طعام مختلف او متنوع every day help you have a diet and stay active. واضح كده نفسك ايه؟ ادالك ايه؟ a balanced diet and stay active. the number of exams، عدد الامتحانات in one week was so ايه؟ that many students felt tired and stressed. عايز اقول لك واضح كده ايه؟ عايز اقول لك ارهقهم. يعني ايه؟ اصبحوا مرهقين. يعني ايه مرهق؟ encouraging طبعا لا، welcoming لا، underwhelming طبعا لا، overwhelming. تمام؟ طيب في عندنا يا شباب الجرامر بتاعنا يونت 9 ويونت 10 بيعتمدوا على اهم حاجه ان انت تلاحظ وتركز في الحاجات دي. عندنا درسنا النهارده يعتبر سهل جدا. جرامر يونت 10 بيتكلم عن مين؟ حاجه اسمها سيم 2، حاجه اسمها سيم 2 ومينت 2 وسبوزد 2. سيم 2 بمعنى يبدو. بمعنى ايه؟ يبدو. بيجي بعدها ايه سيم 2 دي؟ قال لي سيم 2 ركز معايا لازم يجي بعدها تو المصدر. سين بيجي بعدها تو المصدر، يا اما بيجي بعدها صفه، بيجي بعدها صفه، يا اما لايك وصفه واسم، لايك وجمله، ذات وجمله، از اف او از ذو، فاعل وفعل. تعالوا نقول مع بعض تاني. يبقى سين معناها يبدو، بيجي بعدها تو المصدر. لما اجي اقول لك I seem to be tired، انا يبدو ان عليا ان انا متعب، يبقى اذا هنا سين بيجي بعدها تو المصدر. يجي بعدها صفه. لما اجي اقول لك مثلا علي seems مثلا sad today، شكله حزين النهارده، يبقى اذا هنا سين بيجي بعدها صفه. يبقى سين بيجي بعدها تو والمصدر او صفه، تو والمصدر او صفه. يجي بعدها لايك وصفه واسم، لايك وصفه واسم. لما اجي اقول لك يو سيم لايك ا نايس بوي، يبدو وكانك ولد نايس لطيف. خلاص، يبقى سيم يجي بعدها لايك وصفه واسم. ممكن يجي بعدها لايك وجمله، لايك وجمله او ذات وجمله او از اف وايه او از ذو وفاعل وفعل. يبقى تاني سين بيجي بعدها تو والمصدر، برافو عليك، صفه، جميل جدا.
لايك وايه وصفه واسم، لايك وجمله، ذات وجمله، واز اف او از ذو فاعل وايه وفعل. كده في مشكله في الناحيه سين. طيب مين كمان يا شباب؟ في عندنا حاجه اسمها ايه؟ اسمها مينت. هنتكلم عن مينت. ايه مينت ده يا شباب؟ قال لي مينت دي دايما بيجي بعدها تو والمصدر، ولازم يكون قبل منها فيرب بي، يعني يا اما ام يا اما از يا اما ار. تمام؟ طيب يعني ايه مينت دي؟ قال لي معناها من المفترض ان، معناها من المفترض ان. قال لي بيجي معناها ايه او بتعبر عن ايه؟ قال لي ممكن نستخدمها للغرض من الشيء او بنفرض حاجه على حد. يعني the police are meant to protect all people، يعني البوليس من المفترض ان هو يحمي كل الناس. اوكي؟ طيب ممكن نتكلم عن حقيقه الشيء. يعني ايه حقيقه الشيء؟ لما اجي اقول لك doctors are meant to help patient، الاطباء مالهم من الضروري او من المفترض ان هم يساعدوا المرضى، يبقى اذا دي حقيقه، ده حقيقه فعلا. تمام؟ طب لما نيجي نتكلم عن تكليف بعمل شيء، بكلف حد بحاجه، you are meant to finish your homework today، انت لازم تخلص واجبك النهارده، من المفترض انك تكون خلصته النهارده. او بنتوقع حدوث شيء ما، يبقى تاني قلنا مينت ممكن نستخدمها للتعبير عن الغرض من الشيء او حقيقه الشيء او تكليف بعمل شيء او توقع حدوث ايه؟ حدوث شيء. في مين كمان عندنا يا شباب؟ في عندنا كلمه اسمها مين. يعني ايه مين دي؟ احنا عارفينها يا مستر، بمعنى يعني. تمام؟ طيب هنا مين ليها اكتر من معنى. لما اجي اقول لك وات دو يو مين، ماذا تعني؟ قصدك ايه؟ يبقى اذا هنا مين بمعنى يعني او يقصد. طيب ممكن اقول لك ماي فازر مينز everything، بابايا ده بيمثل لي كل شيء، يعني يعتبر كل شيء في حياتي. يبقى اذا هنا مين برضه بمعنى يريد. I mean علي to come to my birthday party، أنا بقصد أو أنا عاوز علي هنا بمعنى. يبقى أنت لما تيجي تترجمها يا شباب، أنت هتترجمها بمعنى أعني أو أقصد، بس هنا لما أجي أقول لك I mean علي، يبقى أنا عاوز علي to come، يبقى هنا معناها يريد. طيب مين بمعنى ينوي. I mean to attend your wedding، أنا ناوي أحضر حفلة الزفاف بتاعتك. قال لي ممكن مين يجي بعدها اسم شخص او اسم شيء وبعد كده تو واكمل الجمله عادي جدا. I mean او I didn't mean that problem to happen، يبقى في الحاله دي يبقى يقصد بيها اسم شيء او اسم شخص وبعد كده تو والفعل فين؟ في المصدر. واحيانا كده لو ما فيش بعد مين فاعل باخد الفعل مضاف له ing. يبقى احنا كده خدنا suppose وخدنا مين، وعندنا لا هناخد سبوز دلوقتي، لسه ما قلناش سبوز، قلنا مين ومين، سيم ومين ومينت. تعال ناخد سبوز دلوقتي، نفس الكلام. سبوز بيجي بعدها تو والمصدر، بس هنا لازم يكون قبلها فيرب بي، يعني اما ام او از او ار وبعدها مصدر. يا ترى بتعبر عن ايه؟ عن الضروره او الالزام. he is supposed to cook dinner، هو لازم يطبخ او هي لازم تطبخ. في الحاله دي ضروره او الزام. طبعا ممكن نتكلم عن توقع او نتيجه. it's supposed to rain، يعني من المفترض انها تمطر، يبقى اذا انا بتوقع او بتنبأ بحاجه. ممكن استخدمها كنصيحه كادفايس. you are supposed to obey your parents، يعني من المفترض حضرتك تطيع والديك، يبقى اذا انا بنصحك. ترتيبات كمان. she is supposed to attend the party، يعني هي من المفترض انها تحضر الحفله، يبقى اذا ده ترتيب. قلنا كمان خطط لم تنفذ. we are supposed to do our work but we couldn't، يبقى اذا هنا احنا كنا مخططين نعمل الشغل بتاعنا لكن ما قدرناش. ممكن نستخدمها في الاعتذار. sorry I was supposed to come early but I up late. طب لو عايزين نستخدم suppose في الازمنه المستمره، هيجي قبلها فيرب بي يعني am او is او are، بعد كده بي والفعل مضاف له ing بس supposed to. طب لو في الازمنه التامه يبقى بي وsupposed to بعد كده have والتصريف الثالث ايه؟ للفعل. اوكي يا شباب؟ طيب
قلنا it seems to بيجي بعدها مفعول وذات وجملة كاملة. يعني مثلا it seems to me that اهو جملة كاملة بعدها بتساوي I think he isn't the right. تعال نشوف كده. عندي كمان there seem to معناها يبدو أن هناك. في الحالة دي قلنا there seem to have been a mistake يبقى إذا هنا في هنا اسم مفرد. قلنا there seem to be a lot of people ما دام هنا seem بس مع المفرد يبقى فيها اس يبقى إذا هنا بتعامل معاها كمفرد يا شباب. لكن لو قلنا there seem to be يبقى إذا هنا جمع قلنا عليها people. يبقى عرفنا زير سيم لو هي مفرد هقول سيمز، لو قلنا جمع تبقى زير سيم. اوكي طيب عادي جدا لما نيجي ننفي احط قبلها نوت. اوكي او ممكن احط دونت او دازنت. بس امتى احط دونت او دازنت؟ لو كلام غير رسمي. she doesn't seem to be at home خلاص. لكن اقول she seems not to be at home يبقى دي اكتر ايه؟ اكتر احتراما او اكثر رسميه. تعال نشوف كده الاكسرسايز اللي بعده. طيب نبيل is supposed احنا لسه قايلين supposed دي بيجي بعدها to المصدر. to المصدر فينك يا to مصدر؟ يبقى اذا هتبقى to cook. في الحالة دي هتبقى ايه؟ هتبقى to cook. طب I seem احنا لسه قايلين كمان seem بيجي بعدها ايه؟ The first student to arrive at school today أقول I seem to be شكلي أنا أول طالب أحضر أو أوصل المدرسة. أوكي طيب it to snow last week واضح كده في last week. في الحالة دي هتبقى إيه؟ ايوه احنا قلنا supposed يبقى اذا هنا لازم يكون قبلها verb be يعني am يا is يا are. ما دام في الماضي لازم يبقى was او were. اذا دي كلهم مش هينفعوا يبقى اذا دي هتبقى ايه؟ wasn't supposed. اوكي question number 4 she like a good doctor patient like here. واضح كده هي تبدو ولا من المفترض؟ واضح كده هنقول suppose طبعا لا عشان لازم يكون قبلها verb be is suppose. طب واضح كده is suppose لازم يكون بعدها to. في الحالة دي هقول ايه؟ she seems. خلاص قلنا seem like بعد كده صفة وبعد كده اسم يبقى seem يا شباب. after being fired from work he nervous يبقى اذا هنا after being واضح كده بعد after هنا مفيش فاعل. واضح هنا يا شباب لازم هيبقى ايه؟ هيبقى زمن ماضي بسيط. طبعا هاخد هنا seemed ولا was supposed لازم يكون بعدها to. was meant to طبعا لازم يكون بعدها مصدر يبقى اذا هنا she ايه؟ she seemed. خلاص اوكي عشان seem بيجي بعدها صفة. question number 7 clothes be getting more and more expensive all the time. يا ترى are meant لازم يكون هنا في to مش هتنفع معانا. are supposed لازم يكون في to. seem to هي اللي شغالة. want to دي لا. طب question number 8 the car to have been repaired it's running perfectly now. supposed لوحدها لازم يكون قبلها verb be. seems لوحدها شغال seem to. is supposing لا طبعا عشان ما فيش تدل على الاستمراريه ولا meant. اذا الجمله دي هتبقى ايه؟ seems. the car to be private but the older son used it as a taxi. عايز اقول لك هنا ايه؟ واضح الجمله دي كده في الماضي. seem مش هتنفع. is supposing مش هتنفع. meant مش هتنفع. يبقى was meant دي هنا في الايه؟ في الباسيف. الجرامر بتاعنا بيتكلم عن ايه يا شباب بقى؟ بيتكلم عن الباست هابتس العادات اللي في الماضي. ايه يا ترى العادات اللي في الماضي يا شباب؟ الدرس ده احنا عارفينه وحافظينه يا شباب كويس قوي. اللي هو ايه يا ترى؟ عندي قاعده اسمها used to. يعني ايه used to؟ قال لي بمعنى اعتاد ان. اعتاد ايه؟ ان بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر. طيب بالسلامه اللي ينفع بتعبر عن ايه يا ترى؟ قال لي بتعبر عن عاده كانت بتحصل في الماضي لكن دلوقتي ما بتحصلش. بتعبر عن عاده كانت بتحصل في الماضي لكن دلوقتي ايه؟ ما بتحصلش. ممكن used to
تساوي always وبعدها فعل في الماضي؟ ايوه طبعا عادي جدا. لما اجي اقول لك I used to play in the street، انا كنت دايما بلعب في الشارع، هي I always played in the street. يبقى اذا انا كنت دايما بلعب في الشارع. طب ينفع نقول بتساوي no longer او بتحل محلها no longer، بس no longer بيجي بعدها جمله في المضارع البسيط اللي هو s او es او ies. طيب ينفع نستخدم don't و doesn't معاهم؟ ايوه لما يكون في اخر الجمله any longer و any more. لما يكون في اخر الجمله any longer و any more، او ممكن يكون في الجمله it was بعد كده اقول it was احمد ذهبت to كذا، انها كانت عاده احمد ان هو يعمل كذا. اهو دينا used to play او always played، يعني ممكن اقول used to play صح او اقول always played. اهو I used to get my clothes dirty but now I don't. تمام؟ طب هنا لما الاقي فيرب بي يبقى اذا هنا لازم يكون في فيرب بي في الجمله الثانيه، عشان دي جملتين عكس بعضهم في بينهم ايه؟ كونتراست. تمام؟ في عندنا النفي بتاعنا، في عندنا didn't use to او never used to، او ممكن انفي بكلمه اسمها ايه؟ used not to. كل ده بالنسبه نفي used to. I didn't used to smoke but now I do. She never used to clean her room but now she does. لما اجي اسال سؤال هسال بأداة الاستفهام بعد كده did والفاعل وused to والفعل فين؟ في المصدر. قلنا في المبني للمجهول لما اجي اعمل جمله في الباسيف استخدم used to be. I used to study English late at night. لما اجي احولها لمبني للمجهول هبدا بانجلش، بقول English used to be studied. الانجليزي يعتاد ان هو يذاكر. اوكي؟ طيب لما نيجي نتكلم عن عاده لسه موجوده لغايه دلوقتي، تمام؟ دي هنا used to. قال لي used to لو جه قبل منها am او is او are او was او were. ايوه ادي اهو الكلام بتاعنا من الاخر. لو قلنا am او is او are او was او were مع used to يبقى في الحاله دي يبقى الفيرب بلس ing. تمام يا شباب؟ طيب بتساوي حاجه اسمها ايه؟ accustomed to او am او is او are in the habit of بعدها ing. تمام كده يا شباب؟ طيب في اي مشكله في الجزئيات دي؟ تعال نشوف كمان حاجه كده اسمها ايه؟ would والمصدر. كلمه would دي يا شباب بتساوي used to تقريبا، بس في حاجات كده ايه؟ للتعبير عن عادات او احداث متكرره في الماضي. يعني ايه الكلام ده؟ when I was young I used to play tennis. when I was young I would play tennis. يبقى اذا الجملتين دول هنا ما فيهمش مشكله خالص. used to قلنا وليس would والمصدر لوصف حاله في الماضي مع الافعال التقريريه، لازم نستخدم معاها الافعال زي have و be و look. when I was young I used to have short hair. لكن لو احنا قلنا when I was young I would have short hair طبعا مش هتنفع كده، لازم استخدم معاها be او look. used to دي اللي احنا قلنا عليها لو جه قبلها غير عاقل، في الحاله دي الجمله تبقى في الباسيف يعني مبني المجهول، ومش بمعنى اعتاد ان، ده بمعنى يستخدم فيه. تاني يعني لو جاب لك مثلا اسم شيء غير عاقل، اسم شيء غير ايه؟ غير عاقل، يجي بعدها is او are. used to هنا بمعنى يستخدم فيه، بمعنى ايه؟ يستخدم فيه او يستخدم ليه. طب لو جاب used for هيبقى بعدها الفعل مضاف له ing. لما اجي اقول لك مثلا a thermometer is used to measure temperature، لو قلت a thermometer is used for يبقى ing. تمام؟ طب تعالى نشوف كده مع بعض اكسرسايز على اللي احنا شرحناه. في عندنا question number 1. I to help my grandmother to feed the birds when I was teenager. يا ترى I used to ولا am used؟ am used لازم هنا يكون ing طبعا لا، was used نفس الكلام يكون معاه ing، use بس لا، يبقى اذا الاجابه الصحيحه I used to. Okay. My grandfather جدي listens easily when he was a child.
عايز اقول لك had understood ولا would understand ولا used to understand ولا was understanding. اني جمله اصح؟ يبقى اذا كده جدي اعتاد ان هو يفهم. تمام؟ يبقى اذا هنا في الحاله دي هتبقى used to understand. تمام؟ طيب في عندنا مريم live in a small house when she was young. used طبعا لازم يكون بعدها to، مش هتنفع. used to شغال. didn't use لازم يكون بعدها to. used to لا. اذا الاجابه الصحيحه هتبقى used to. I to bring my mother present every 21st of March before she died in 2010. يا ترى used ولا get used ولا was used ولا use؟ واضح كده هنا دي مش هتنفع ودي مش هتنفع، يعني هنا المفترض اجيب لهم ing. دي نفس الكلام هتبقى I used to. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده. My father go to work by car. اهو my father to work go to work by car but now he does. واضح كده هنا جمله فيها تناقض وهنا جمله مثبته، يبقى انت عايز حضرتك جمله منفيه. عايز جمله ايه؟ منفيه. اذا الاجابه الصحيحه هتبقى didn't use. تمام؟ طب I used to play badminton I was younger. يبقى إذا هنا أقول لك إيه؟ when I was younger لما كنت صغير. Did your grandfather in a bank when he was younger؟ واضح كده ما دام did وادي your father يبقى إذا عايز used to بس. used to work. مش هتنفع used to هنا عشان هنا السؤال بدid، يبقى بنرجع الفعل لمصدره. She goes shopping every day now but go before. واضح كده هي بتذهب للتسوق كل يوم دلوقتي، لكن عايز اقول لك ما كانتش بتذهب زمان. didn't use لازم يكون بعدها to والمصدر. didn't use to ايوه دي شغاله. didn't use لا. never use لا. اذا الاجابه الصحيحه didn't use. She living in such hot weather. She came from Scotland. عايز اقول لك she didn't used مش هتنفع خالص. she uses مش هتنفع خالص. isn't used to واضح كده دي لازم يكون هنا ما دام في living ing يبقى لازم يكون في am is are او am is are not او نفي مهما كان، مش هتفرق معانا الجمله مثبته ولا منفيه. Question number 10. The boys rubbish in the school grounds but now they keep the school ground clean. واضح كده هنا حاجة كانوا بيعملوها دلوقتي لكن زمان ما كانوش بيعملوها. خلاص يبقى leave بس مش هتنفع. used to live ولا were living ولا didn't used to live. ما كانوش متعودين يرقوا الزبالة، يبقى إذا هنا واضح إن هم كانوا متعودين يرقوها لكن دلوقتي بيحافظوا عليها تماما. In the past في الماضي the sea as warm as it's today. Matter are getting worse nowadays. واضح كده wouldn't be ولا used to being طبعا دي لأ، ولا doesn't طبعا doesn't لأ، ولا didn't used to be. هي دي الإجابة الصحيحة. تمام؟ We didn't used to like talent shows on TV but now. هنا في like في الحالة دي لازم آخد معاها إيه؟ أيوه but now we them twice a week. يبقى إذا هنا ده مضارع بسيط، يبقى إذا هتبقى إيه؟ هتبقى watch. لان هنا الجمله دي منفيه يبقى لازم الجمله الثانيه تبقى مثبته عشان هنا في كلمه ايه؟ في but. اوكي؟ طب in the past في الماضي all the reef beautifully colored coral. خلاص used to have ولا used to have ولا don't used to have ولا have. طبعا هتبقى ايه؟ used to have.
حبايبي الغاليين، اتمنى نكون وفقنا النهارده في تقديم مراجعه الشهر الثاني. الى ان نلتقي في مراجعات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.